أهلا بيكم. النهاردة هناخدكم في رحلة مختلفة شوية، رحلة خيالية تماماً. هنتخيل فيها إن النظرية العلمية مش مجرد كلام ناشف في كتاب، لأ، هنتخيلها شخصية حقيقية ليها قصة وحياة وحتى مشاعر. فيلا بينا نبتدي بالسؤال ده، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو بصينا للنظرية العلمية كأنها كائن حي؟ والأهم من كل ده، إيه اللي ممكن نكتشفه عن طبيعة العلم نفسه لو دخلنا في المغامرة الخيالية دي؟ كل كائن حي، أي كائن حي، له قصة بداية، والنظرية بتاعتنا بطلة قصتنا مش استثناء. حكايتها بتبدأ من مكان خاص جدا، من هنا. تعالوا نتخيل المشهد ده مع بعض. مكان الولادة هنا مش معمل نظيف ومعقم، لا لا، ده مكان رمزي قوي، زواق صغير كده ومطرب، اسمه ليه. وده أصل كل بحث علمي، السؤال ده بالذات. والزقاق ده موجود في مدينة اسمها الأسئلة القديمة، الأسئلة اللي البشرية بقالها آلاف السنين بتسألها، وكل ده جنب نهر عظيم، نهر البيانات، ده اللي بيغذيها ويكبرها، ده سبب وجودها أصلاً. طيب، لو النظرية دي شخصية حقيقية، يا ترى شكلها إيه؟ طعمها إيه؟ ملمسها عامل إزاي؟ يلا بينا كده نجردها من كونها مجرد فكرة مجردة ونخليها حاجة محسوسة نقدر نلمسها ونحس بيها. لو جينا ندوق النظرية دي هنلاقي طعمها معقد جدا. الطعم الأساسي هو المرارة والحلاوة في نفس الوقت، زي الشوكولاتة الدارك كده. المرارة دي هي كل التجارب اللي فشلت والتعب والمعاناة، أما الحلاوة فهي لحظة الاكتشاف نفسها. ومعاهم بقى في لسعة ليمون حامضة، دي بتمثل الأسئلة الصعبة اللي بتفتحها علينا. وآخر حاجة رشة نعناع منعشة، وده الإحساس الجميل بالوضوح لما كل حاجة بتركب في مكانها الصح. أما بقى ملمسها أو قوامها فهو عامل زي الكراميل، من بره صلب ومقرمش، وده بيمثل المنطق القوي بتاعها اللي مفيش فيه هزار. لكن في نفس الوقت هو مرن، عشان النظرية لازم تكون قادرة تتكيف وتتغير مع أي دليل جديد يظهر لها. وبالنسبة لشكلها فهو حاجة مبهرة. تخيلوا معايا طائر ضخم جدا، جسمه مش متغطي بريش عادي، لأ، ده عبارة عن شبكة معقدة من خيوط نور بتتقاطع مع بعض. كل خيط نور من دول هو مفهوم أو فرضية، ولما بيتقاطعوا مع بعض بيكونوا جسم النظرية المترابط ده. راس الطائر ده عبارة عن كرة كريستال صافية وشفافة، ما فيهاش عيون زي ما احنا متخيلين، لأنها هي نفسها عبارة عن عين واحدة كبيرة بتمثل الملاحظة الصافية والدقيقة. ومن الكرة دي بيطلع ضوء أزرق هادي وثابت، ضوء البحث العلمي الخالص. والمثير بقى إن الطائر ده مش بيطير برفرفة جناحاته، لأ، هو بينساب بهدوء على طيارات مش مرئية، طيارات المعرفة. وهو بيتحرك كده بيمد خيوط الضوئية دي عشان يمتص بيانات أكتر ونور أكتر من العالم حواليه، فبيكبر وبيقوى مع الوقت. بس جمال النظرية الحقيقي مش بس في شكلها الخارجي المبهر ده. يلا بينا نغوص أعمق شوية ونكتشف سر جمالها الداخلي، السر اللي بيديها القوة والتأثير ده كله. أول شكل من أشكال جمالها هو اللي بنسميه البساطة المعقدة، زي معادلة رياضية من سطر واحد تقدر توصف حركة الكواكب كلها في الكون. للوهلة الأولى تبان بسيطة قوي، لكن كل رمز فيها شايل وراه عالم من المعاني العميقة والمترابطة. جمالها التاني هو التناغم الداخلي، كل جزء فيها بيدعم الجزء التاني من غير أي تناقض، بالظبط زي مبنى معماري عظيم، كل حجر فيه محطوط في مكانه الصح بالملي عشان يسند المبنى كله على بعضه. لكن يمكن أجمل حاجة في النظرية هو الأثر اللي بتسيبه جوه عقلنا، لحظة اللحظة اللي فجأة كل حاجة بتنور وتوضح. الإحساس ده هو جمال النور، وهو بيطرد ضلمة الجهل وبيخلينا نشوف العالم بشكل مختلف تماماً. شخصيتنا دي مش عايشة لوحدها في الدنيا، ليها عيلة وأقارب، وعلاقتهم بيهم هي اللي بتحدد هي مين بالظبط وإزاي بتتعامل مع العالم. علاقتها الأساسية هي مع البيانات، والعلاقة دي عاملة زي المد والجزر. أوقات البيانات بتكون الحليف المخلص اللي بيدعمها ويقويها، وأوقات تانية بتكون هي الناقد القاسي اللي بيجبرها تتغير أو حتى تختفي تماماً لو كانت غلط. وهنا بقى شجرة العيلة بتوضح أكتر، في الفرضية، ودي نقدر نقول عليها أختها الكبيرة، يعني دي كانت شكل النظرية وهي لسه صغيرة، مجرد فكرة في بدايتها. وفي القانون، ده بقى الأخ الصغير الطموح، ده الحلم اللي النظرية بتتمنى توصله في يوم من الأيام لما تثبت نفسها تماماً. وطبعاً زي أي عيلة لازم يبقى فيه القريب المتمرد اللي محدش بيحبه ولا بيجيب سيرته، الخرافة. وزي أي كائن حي النظرية عندها مخاوف وجودية، بتخاف من النهاية. يا ترى إيه هو الموت بالنسبة للنظرية علمية؟
الخوف ده بيكشف لنا جانب مهم جدا وجوهري عن طبيعة العلم. كل نظرية مهما كانت قوية وجميلة ومؤثرة بتعيش وهي عندها خوفين أساسيين بيهددوا وجودها. الطريق الأول للموت هو التجاهل، إنها ببساطة تتحول لفكرة قديمة زي كتاب محدش بيفتحه، لأنها ما بقتش قادرة تفسر البيانات الجديدة اللي بتظهر. أما الطريق التاني وده الأكثر درامية هو الدحض القاطع، وده هو الكابوس الأكبر لأي نظرية، إن بعد كل البناء المنطقي والجمالي ده تيجي ملاحظة واحدة بس، observation واحدة مؤكدة، تكون كفيلة إنها تهدم كل البنيان ده من أساسه. ده بيورينا قد إيه حتى أجمل النظريات وأقواها بتكون هشة قدام الحقيقة. وفي النهاية لو العلم فعلا عبارة عن دورة حياة، أفكار ونظريات بتتولد وتكبر وممكن تموت، ده بيخلينا نسأل سؤال مهم: يا ترى في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي إيه هي الأفكار والنظريات الجديدة اللي لسه في مرحلة الولادة ومستنية فرصة عشان تغير فهمنا للكون؟